صباح الخير عليكم. نصيحة وبعد كده هنتكلم في موضوعنا. بلاش تستهون بمشاعر الغير. لما يكون حد بيكلمك عن حاجة معينة حتى لو صغيرة مضايقاه، اعرف ان هو منهار من جواه. يعني ما تقولش يا عم ده موضوع صغير، ده موضوع ما يستحملش، ده موضوع ملوش لازمة. لا، بالنسبة له هو حاجة كبيرة جدا وحاجة مدمراه داخليا. فلما تيجي حد يكلمك يقول لك انا مخنوق ومحتاج اتكلم معاك، اعرف ان هو متضايق وعلى حافة ان ممكن ينتحر فيها، لان عنده ضغوط نفسيه، عنده حاجات متدمره جواه ومش لاقي انه يفرغ. وانت الوحيد، وطالما جالك اعرف ان انت حد مهم بالنسبه له. فما نستهونش بمشاعر الغير. امبارح طبعا سؤال جاني بس عن طريق تليفون. ام بتعيط ومنهاره وبتقول لي انا ابني لما بيجي ياكل بالمعلقه بيدلدق في الارض. احط له الاكل يوقع حواليه ويبهدل، واكنس وانضف واعمل وكل شويه اغير له هدومه. انا تعبت. وفي اخر المكالمه راحت معيطه. طيب بص يا ست الكل، اول حاجه اللي انت بتتكلمي فيه ده حاجه بسيطه خالص. في حاجتين هنعملهم. اول شيء، ابنك ما تدلوش معلقه كبيره على ايده، لان الطفل لما بيشوف الكبير بيقلدك، بياخد زي ما انت بتاخد معلقه كبيره هو بيعمل كده نفس القصه، بياخد معلقه كبيره وطبعا ايده لسه طريه وما بتستحملش ومش قويه. دي حاجه. الحاجه التانيه ان احنا نديله معلقه بلاستيك على قد ايده، تكون حاجه نظيفه بنشتريها من مكان مضمون، بحيث الطفل بيدخلها ببقه واحنا عارفين ان الطفل حساس جدا ومش عايزين نعرضه لا ميكروبات ولا فيروسات ولا الحاجات دي كلها. دي حاجه. الحاجه التانيه المهمه بقى ان اطراف ايديه ضعيفه. طيب انا اعمل ايه في القصه دي؟ تعمل ايه يا حضرتك؟ اول حاجه، في حاجه اسمها مساعده كليه ومساعده جزئيه. هنجيب مشابك تكون خفيفه، مشابك لعبه او مشابك الغسيل، ونجيب طبق اللي هو البلاستيك ده. طبق البلاستيك ده احنا هنحط المشابك في حته على جنب والطبق الفاضي على جنب. هناخد المشبك ونمسكه بايدينا بايده هو، دي المساعده الكليه، ونضغط على المشبك من ورا ونحطه في طبق بحيث ان هو يمسك كاننا ماسكين غسيل. كرري التجربه دي على كله. بعد كده هنجيب صلصال، خليه يمسك الصلصال ويقعد يعمل فيه، يطبق ويشكل ويعمل ويعمله قدامه. بعد كده بقى انت اشتغل على المشابك شويه، هتلاقي ابنك اعضاء ايده دول هم الاصابع دي بدات تتقوى واحده واحده. هناخد فتره بس هتبقى كويسه. بعد فتره شويه هنكتشف النتيجه في حته ان هو مسك المعلقه وما بداش يبدا يعني ولو رمى الاكل بره ما تضايقهوش، ما تتعصبيش قدامه. انا زهقت، انا اتضايقت، وتقعدوا تلطمي